أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست 1925 مع ليلى عز العرب. ضيفي النهاردة هنتكلم في حاجة جميلة جدا. تعرفين طبعا إن أنا غاوية حضارة مصرية، بس هو كمان شغله بقى في الآثار. دكتور شنودة يوسف عبد الملك، أستاذ مساعد، مدرس مساعد ولا أستاذ مساعد؟ مدرس مساعد. مدرس لسه صغنون فريش. اكيد. مدرس مساعد كلية الآثار جامعة في الترميم في كلية الآثار جامعة الفيوم. لسه قبل ما نبتدي التسجيل كنت بقول له إن الفيوم دي مليانة كنوز على مر العصور، بس احنا ما نعرفش عن الآثار اللي فيها كتير. يعني يمكن أشهر حاجة بنعرفها هناك هرم ميدوم، وهو فكرني بالأيقونات طبعا اللي كلنا بنشوفها إنها بتنطق، يعني كان بني آدم هيطلع منها يكلمك. وعلى فكرة أيقونات الفيوم دي هو قال لي إن هي اللي بدأ منها رسم الأيقونات القبطية اللي هنتكلم عنها في حلقة تانية إن شاء الله. أهلا دكتور شنودة. اهلا بحضرتك مدام ليلى، شرف كبير ليا ان اكون في ضيافه حضرتك. والله أنا اللي أتشرف بوجودك، ده أنا هستغلك استغلال فظيع تختار حضرتك عشان أنا بعشق الآثار. أنا بعشق كل حاجة قديمة في حياتنا. فاحنا هنتكلم اولا عن الترميم. يعني ايه ترميم؟ الترميم بالمفهوم البسيط هو يعني طب الحضاره. الشخص المريض العادي لما بيكون بيظهر عليه اعراض بيبتدي ان هو يروح للدكتور. الدكتور بيطلب منه شويه فحوص وتحاليل، وبعد كده بيشخص له العلاج اللي بيساعده ان هو يستعيد صحته تاني. بالظبط الوضع ده بيكون موجود في الترميم. احنا المفروض ان الاثر ده بيبتدي يظهر عليه مظاهر التلف اللي نتجت عن الزمن وعوامل الزمن، من حرارة ورطوبة ورياح وضغط وطبعا وتلف بيولوجي وحاجات من دي. كل دي بتسيب بصمات في صورة مظاهر تلف على الأثر. الأثر بيبتدي يفقد متانته وبيوصل لحالة من مراحل التدهور الكبير. التدهور ده بيكون نتيجته ايه؟ يعني هيبوظ، هيتعفن، ايه الآثار المرضية اللي بتظهر على الأثر عشان يحتاج الترميم؟ يعني مثلا ممكن نلاقي مثلا في إصابات حشرية ممثلة في الثقوب. في نلاقي نموات فطرية مثلا يحصل تبقعات على سطح الأثر. ممكن يفقد مرونته فنلاقيه بدأ يبقى صلب أو جاف. ممكن يفقد محتوى الرطوبة بتاعته فيصبح ينكمش وبتتغير الأبعاد بتاعته، وبالتالي يبتدي إن هو يبقى هش مع أي حركة أو حاجة. تلاقي مثلا في ظهور شروخ، ظهور كراكس موجودة، أي حاجات كتير جدا. مظاهر التلف ممكن إنها تبقى موجودة بتختلف طبعا من أثر لأثر. يعني إحنا عندنا المفروض إن الترميم بيكون إما ترميم للآثار العضوية اللي من أصل نباتي أو حيواني، أو ترميم للآثار الغير عضوية اللي هي زي الصور الجدارية وزي الأحجار والمعادن والحاجات دي. وفي ترميم المعماري اللي مختص طبعا بالمباني الأثرية الكبيرة. فكل دي مظاهر بتظهر على الأثر. يبتدي ندخل في المرحلة بتاعة الفحص والتحليل. هل ده بعوامل الزمن ولا كمان بإهمال البني آدمين؟ الاثنين. ما هو التلف البشري واحد من أهم العوامل اللي بتساعد على كده. بالظبط. يعني في مثلا اللي كانوا بيولعوا نار في وسط المعابد تقوم تغطي على الألوان الهباب بتاعها. في النفس بيعمل على بيزود الرطوبة وبيبوظ الحاجات. الإهمال، التلف الغير متعمد، وأحيانا كان في وقت من الأوقات في تلف متعمد. يعني مثلا طبعا. كان في مثلا حرب الأيقونات. كان في مثلا أيام المصريين القدماء كان في يجي ملك يبوظ أحيانا. طب احكي لي إيه حرب الأيقونات دي؟ حرب الأيقونات دي حرب قامت في بلاد أوروبا، يعني نتيجة إن كان بيقدسوا الأيقونات بشكل مبالغ فيه. فبدأت يحصل حركة كده في القرن الثامن أو التاسع الميلادي، ان هم يهاجموا الايقونات، ما يبقاش فيه ايقونات. عشان كده اللي فقدنا شويه كتير من الايقونات اللي كانت في العصور دي. يعني تلاقي دلوقتي اغلب الايقونات اللي ممكن نلاقيها. بس ده حصل عندنا ولا في اوروبا بس؟ مصر اتاثرت بنسبه ضعيفه في الموضوع ده، لان برضو كان منتشر في القسطنطينيه بشكل اكبر. يعني
بس مصر اتأثرت بنسبة ضعيفة، لكن يعني بنلاقي أيقونات كتير بترجع للعصور الوسطى، وممكن نلاقي حاجات أقدم من كده إمم. ممكن في دير سانت إمم. كاترين. بس فدي مراحل اللي هي مراحل التدهور بتاعة الأثر. بنيجي لمرحلة اسمها مرحلة الفحص والتحليل زي المريض بالظبط. أوكي. نبتدي نعمل عمليات فحوص وتحاليل مختلفة نقدر نتعرف بيها على نوعية التلف، شكل التلف، حجم التلف، نتعرف على البنية الداخلية، المكونات المكونة للأثر، علشان نقدر نحدد العلاج المظبوط اللي هنقدر نمشي بيه في خطوات ثابتة. إحنا جبنا سيرة أيقونات الفيوم، هي دي في القرون الإيه؟ يعني تاريخها بيرجع لإمتى؟ بورتريهات الفيوم يعني هي بورتريهات بترجع لنهايات العصور اليونانية الرومانية بصفة خاصة يعني. يعني على 300 مثلا أو حاجة كده. في العصر البيزنطي، بداية العصر البيزنطي. أوكي. بالظبط. دي كانت أهم حاجة فيها إن هي التصوير الشمعي. هو كان يعني إيه الشمعي؟ إحنا عندنا 3 أنواع من التصوير بالنسبة في الأيقونات. التصوير الشمعي ده أقدمهم اللي بدأ ببورتريهات الفيوم، عبارة عن كان المصري بيجيب الشمع ويسيحه ويحط عليه ألوان أكاسيد طبيعية جايبها من الطبيعة، يخلطها مع بعض ويبتدي إن هو يطبق على ألواح خشبية الشكل الجميل اللي حضرتك بتشوفيه الخاص ببورتريهات الفيوم. اتطور عنه ان بدايه العصور القبطيه كان القبطي القديم كان بيحب يرسم بالتصوير الشمعي. جت مرحله بعد كده اسمها مرحله التمبرا او الرسم بالتمبرا. بدا القبطي الفنان القبطي كان فنان بسيط، بدا يجيب الاكاسيد من الطبيعه وكان يرسم يستخدم وسيط زي صفار البيض او الغيره الحيواني او الصمغ العربي، يخلطه بالاكاسيد ديت ويبتدي ان هو ينزل الرسمه اللي هو عايز يرسمها ويرسم الايقونه بتاعته. اتطور بعد كده في عصور النهضه بقى او ما بعد النهضه بعد ما ظهرت اللي هي التصوير الزيتي اللي هو الرسم بالوان الزيت. بالوان الزيت بالظبط. اشوفكم في حلقه جديده من بودكاست 1925 مع ليلى عز العرب.